dal crudo artilo, per fuggir dal crudo artilo, vol in grembo al cacciator, vol in grembo al cacciator. Tiglio. Liange. Semplicetta torturella che non vede il suo periglio, per fuggir dal crudo artiglio, vol in grembo al cacciator, per fuggir dal crudo artiglio, per fuggir dal crudo artiglio, gnocchi l'osteria. vol in grembo al cacciator, vol in grembo al cacciator. ودلوقتي بقى لازم حد يجي ينظف هنا اهوت لانها تعبانه. يلا سلام. لا كويس، كذا مليون عربي يقعدوا يتفرجوا عليا، حلو عشان كلهم يقولوا هنيجي فرنسا ونعمل مطعم ايطالي. كويسه والله. يعني لو في رسالة تتقدم ايه اللي هنقولها؟ يعني مفيش اصلا حاجة، مفيش حاجة ممكن تتقال في الفيلم عن واحد سافر فرنسا اشتغل في مطعم وبعد كده اشتغل المطعم اللي اشتغل فيه. ما يعني مش ممكن ناخد منها درس، مش ممكن نتعلم منها ان المفروض اي حد يروح فرنسا يشتغل في مطعم ويشتريه في اخره. مفيش دروس فيها. أنا مواليد اسكندرية، مواليد حي كرموز. عندي أخ واحد وأختين. درست تجارة، خلصت دراسة وبعد كده هو اشتغلت في القنصلية، قنصلية فرنسا. أنا كنت ساكن في اسكندرية في بيت جدي مع والدي ووالدتي وجدي وجدتي وعمامي وعماتي. كنا حوالي 13 في البيت. كان بيت كبير. هي الفترة دي تقريبا كان والدي ووالدتي انفصلوا عن بعض، وانا والدي سافر وانا كنت قاعد مع اخواتي في بيت جدي. المهم الفترة دي انا كنت حر بقى فيها، ما كنتش، لان صعب يعني في مصر لما بتبقى عايش في بيت في اسرة عربية في السن دوت ما بتعيش زي ناس هنا في اوروبا، ما بتعرفش تكتشف حياتك بنفسك. بتعيش كأنك في مدرسة طول الوقت، عايش متقيد بكل التقاليد والعادات وكل حاجة. انت ماشي بنظام معين حطه لك والدك او والدتك. انا كنت محظوظ، والدي ووالدتي انفصلوا ووالدي مسافر، فبدأت انا ادور على شخصيتي بنفسي، ودي ممكن قليل قوي من صحابي كان عندهم الحظ ده. Avec un assiette. Sympa. Mange deux fois. Mange deux fois. بيترو من صقلية، وباخده من جنوب، من الحدود مع فرنسا، من جنوب إيطاليا والحدود مع فرنسا. نابولا تامولي من سريلانكا. بيترو شغال في المطبخ معانا، نابولا كمان، وروبرتو هو المسؤول عن الصالة.
دوت نوع من انواع الفطر نادر، غالي جدا، الكيلو ب 3500 يورو بس. وعلشان ما يبصي بحطه في ورق كلينكس علشان يسحب الرطوبة منه فما يعفنش، لان هو بيقعد في التلاجة ممكن لمدة اسبوع اكتر حاجة او 10 ايام. بس عشان ما يحصلهوش اي حاجة لازم نحط كده ورق كلينكس كتير علشان يسحب كل الرطوبة اللي فيه. شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك، لابد يعمل برضه يعدي نسيبك، إن كان شيل الحمول على ظهرك يكيدك، أهون عليك يا حر من مدة إيدك، ما يلا بينا انت وياه ونستعان عالشقا بالله، وهو اللي في الاسمك الله، واللي ما يجيش ان شاء الله ما جاش، مادام بتلقى عيش وغمر. البحر هو مش من طفولتي، هو حاجة أنا مفتقدها هنا هوت خالص. البحر هو ده أكتر حاجة بقعد أفكر فيها لأن طول عمري وإحنا دايما حتى كل مرة كنا ساكنين دايما قريبين من البحر، فدي ذكرى عندي كتير. ومفيش بحر في باريس دي مشكلة. صعب الواحد. البحر كان عامل زي مقياس لكل حاجة. البحر كده، الشمال كده، هو الغرب، الشمس، عارف كل. فهنا حاسس ان انت مفتقد، انت مفيش نقطة قياس. فممكن دي هي اكتر حاجة فعلا مفتقدها من مصر، هي البحر.